معكم احمد ايجيبشن في حلقه جديده، والنهارده حابب اقول لكم ان انا النهارده هعمل فلوج. والفلوج النهارده ان احنا مسافر طنطا. انا مسافر طنطا، تمام. هي طبعا طنطا ما فيهاش اماكن كتير يعني تتزار او حاجات من دي غير السيد البدوي. بس انا قررت ان انا اوريكم حاجه جديده فيها، يعني اللي هي حديقه الطفل. هنروح هناك وهنشوفها ونشوف اسعارها ايه والدنيا فيها ايه وكل حاجه. بس كده، يلا. ازيكم يا جدعان؟ النهارده في حديقه الطفل اللي موجوده في طنطا، تمام. انا ورايا اللي هي الملاهي اهي. احنا داخلين جوه عند الحديقه، احنا سيبنا المكان بتاع الملاهي بتاع الاطفال، احنا داخلين جوه عند الحديقه. دلوقتي احنا بنعدي البوابه، وصلنا هناك عند حديقه الطفل خلاص. والله هي جنينه عاديه، والدخول بتاعها سعر التذكره بتاعته 7 جنيه، تمام. بس احنا صراحة دخلناها ببلاش. الراجل بتاع التذاكر ما جاش، فدخلناها كده على طول. يعني اللي عايز يجي يخشها هنا ببلاش بقى ممكن يقدر يخشها من غير فلوس، قصدي يعني يجي هنا الصبح. طبعا هي شكل الجنينة حلوة، تمام. استنى بص، عايز اصور لكم الحتة اللي هي اللي قدام. شايفين كده يا جماعة؟ دي اللي هي الحديقة. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، احنا دخلنا جوه الحديقه خلاص، وزي ما انتم شفتوا طبعا شكلها. احنا مستمرين، ما زلنا مستمرين بالمشي زي ما انتم شايفين. بس شايفين بقى الدنيا عامله ازاي ورايا، شايفين المكان. والله حديقه جميله. طنطا ما فيهاش السيد بدوي وخلاص. انتوا في اللي هي الحتت اللي ورايا دي كلها قعدات زي البرجوله كده عشان تبقوا قاعدين مبسوطين. طبعا ده اذان الظهر، تمام. هقفل بقى لما الاذان يخلص ابقى ارجع لكم تاني يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده، دي اللي هي بتاعت العربيات. دي حديقه الطفل، فيها ملاهي كتير. طبعا بص زي ما انتم شايفين كده، ده هو صف ملاهي على اليمين وعلى الشمال، يعني زي ما انتم شايفين كده. طبعا زي ما انتم شايفين كده برضو دي اماكن هنا فيها القطر اهو. طبعا هي كاسعار صراحه ما اعرفش، لا زي ما انتم شايفين برضو. بس طبعا انا ما اعرفش صراحه اسعار الالعاب دي نظامها ايه، بس بتهيألي ان هي اسعارها يعني في تناول الجميع تقريبا زي ما انتم شايفين. على فكره يا جماعه، انا عمال اقعد اقول زي ما انتم شايفين كده كتير، فايه اعذروني. السود بتاعت الملاهي اللي قدامكم دي انا قبل كده ركبتها وعطلت بيا. بس يعني ما تقلقوش، يعني بيبقى فيها كده صيانه، مش في كل مكان بيبقى كده. بس كده يا جماعه، طبعا بعد ما احنا سافرنا ورجعنا تاني البيت. بالنسبه للالعاب انا ما اتكلمتش على اسعارها لان ما كنتش عارفها، بس سالت عرفت الدنيا. الالعاب اقل حاجه ب 15 واكبر حاجه ب 25، تمام. وهي لعبه واحده بس اللي ب 25، مفيش الا هي. بعد كده بقيت الالعاب من 15 ل 20. طبعا ده كان نهايه الفلوج بتاع طنطا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. طبعا اهم حاجه طبعا ما تنسوش الاشتراك في القناه وتعملوا لايك للفيديو. بس كده اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. كان معكم احمد ايجيبشن، سلام.